ازيكم يا جماعة؟ معاكم المهندس أحمد من قناة حليم وتك. النهاردة هنتكلم عن أفضل البدايل اللي موجودة عندنا في السوق. لكروت اللان اللي هي موجودة، دي بديلة لكارت اللان. النهاردة لو حضرتك كارت اللان عندك باظ أو في الكيسة أو حصل له أي مشكلة، بدل ما تتعب نفسك وتبدأ تدور على تصليح، بالإضافة إلى إن التصليح هيكون مكلف جدا، لأن أي شغل لحامات في البرد فبيكون ليه تكلفة عالية. احنا النهارده جايبين بدايل تقدر تستخدمها بكل بساطة وسعرها برضه في متناول الإيد. انا عندي النهارده كارت اللان اللي هو اليو اس بي 2 اللي هو اللي من شركة جاما. الكارت دوت هو جميل وكل حاجة، بس احنا بنتكلم على انه يو اس بي 2. فانت لو اداء سرعة نتك، لو انت بتستخدم سرعة نت عالية، او بتحتاج ان انت تحمل تحميلات كبيرة، او بتستخدم استخدامات كتير للانترنت، يعني فاتح متصفحات وبرامج وبتستخدم الانترنت في كذا حاجة، فهيكون عندنا البديل الامثل هو انك تستخدم كارت اللي هو الكارت ده اللي من سكاي تك. وهو الكارت ده يعني انا بصراحة انا كنت اول مرة اجربه، وكارت فعليا متفوق على نفسه. يعني انا الكارت ده يو اس بي 3 يا جماعة، والكارت دوت من شركة سكاي تك. هتلاقي منه كتير في السوق بشركات مختلفة، بس انا عامة انا جربت ده الموديل ده. والكارت ده اللي هو بيبقى كارت 10 100 ألف. للناس اللي برضو اللي عندهاش خلفية بالإنترنت، الكروت اللي هي في الكروت اللان بتبقى نوعين، في كروت 10 100 وفي كروت 10 100 ألف. يعني مثلا أنا عندي الكارت ده هنا أهو، ده 10 100 بس. ال10 100 ده ليه استخدامات، طبعا لو استخدام حضرتك على الإنترنت زي ما قلنا كتير، فال10 100 ألف هو بيكون أفضل حل لحضرتك عشان تقدر تستخدمه. أما بالنسبة ل10 100 ده الاستخدامات البسيطة والأجهزة اللي هي استخداماتها قليلة، مش استخداماتها ضعيفة. يعني انا واحد من الناس مثلا بستخدم برامج وتحميلات، وفي برامج بتكون مفتوحة كتير على سطح المكتب معايا وكلها كونكتد بالانترنت. عندي مثلا متصفح بكون فاتح مواقع كتير، عندي برامج مثلا كاميرات، الحاجات دي كلها فبيكون كونكتد مع الجهاز وانا شغال بيه. فانا بالنسبه لي انا لما جربت الفرق بين الكارت ده وجربت الفرق بين الكارت ده، صراحة أنا حسيت بفرق كبير مع الكارت ده، خصوصا إن أنا قبل ما أستخدم الاتنين أنا كنت بستخدم فلاشة واي فاي. فكانت الفلاشة برضو مدياني تقريبا نفس القوة بتاعة الكارت اللي هو اليو اس بي 2 ده. لما اشتريت أو لما جبت الكارت اليو اس بي 3 ده، صراحة أنا حسيت إن هو زيه زي اللي في الجهاز، خصوصا إن الكيسة اللي أنا بستخدمها كيسة أوريجينال. فالكيسه الاوريجينال ما بتحتاجش، بتحتاج كارت نت يكون فيها اصلا قوي. فانا الحاجه الوحيده اللي انا الحل الوحيد اللي لقيته يعوضني عن الكارت، وهو الكارت ده صراحة هو ده اللي عوضني عن الكارت اللي موجود في الكيسة. طريقة تركيب الكروت دي بسيطة جدا، وطريقة تعريفهم هو برضو أبسط مما تتخيل. الكروت دي كل اللي بتعمله هو بيركب يو اس بي في البوردة. يعني مثلا أنا عندي بورد زي كده، هتبدأ تركب الكارت فيها يو اس بي كده بس. وهنا هتركب كابل اللان بتاعك، هتركبه هنا، وهتلاقي في لمبات هنا هي تديك الدلائل اللي هي زي اللمبات اللي موجودة في الكارت بتاع اللان اللي بيكون راكب في الكيسة. طبعا اللمبات دي مش هتلاقيها غير في الكارت ده بس. اما بالنسبة للكارت اللي هو اليو اس بي 2، فهو مش بيجي فيه لمبات خالص. الكارت زي ما احنا شايفين ما فيهوش اي لمبات ولا في اي دلائل. هو ممكن يكون بينور هنا اضاءة بس لونها احمر، ولكن مش الحاجة الاساسية او ان انت تقدر تعتمد عليها لان انت تعرف ان انت شغال او لا. طبعا هو ده بيبان اكتر في الكارت اللي هو ده، لان احنا اتعودنا دايما على ان شكل اللمبات ده بيكون موجود دايما في اي كارت نت. طبعا كل ما بتعلى بالباكج، سلام، طبعا كل ما بتعلى بالباكج بتبدأ تلاقي الكارت افضل واحسن معاك كأداء وككل حاجة. ده بكل بساطة الشرح التفصيلي والتجربة العملية اللي أنا فعليا جربتها بإيدي لكروت اللان. وبنصح دايما طبعا إنك هتجيب ده، لو عندك أي مشكلة في الإنترنت هيبقى أفضل ده. فأنت بدل ما تشتري، بدل ما يكون عندك مشكلة وتجرب ده، أنا جربته مكانك، بس أنا بقول لك نصيحة، ده هو الأفضل. هو أي نعم سعره غالي شوية، لكن ده حل بسيط للحاجات البسيطة اللي هي كانت موجودة. طبعا احنا كنا زمان برضو عشان نبقى فاهمين الفرق،
طبعا زي ما قلنا احنا كنا زمان كانت الكروت عندنا وهي الكروت اللي زي كده، ودي كانت كروت برضو 10 100 ألف أنا كنت بستخدمها. كانت كروت بتركب بلتي ان داخل البوردة. كل ده طبعا اتطور دلوقتي وبقى زي ما احنا شايفين هو مجرد يو اس بي بيركب وتعريف تلقائي. الكروت ديت كان في بعض الكروت اللي هي ما بتكونش اوريجينال او كانت بتكون مش 10 100 ألف، كانت بتحتاج تعريف، والتعريف كان انت ممكن تدوخ عشان تلاقي تعريف كارت اللان. طبعا مع التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي الجميل فاحنا بنبدا ان احنا نلاقي كروت اللان اليو اس بي. انا كنت فاكر الاول انها ممكن تكون مش عمليه قوي، ولكن هي اثبتت كفاءه صراحه عن الكروت دي، وخلاني ارجع اعيد النظر في موضوع الكروت دي مره تانية، وان احنا نقدر نستخدمها كبدايل اساسيه في الجهاز بدل ما نركب كارت لان بلتي ان جوه الجهاز. ده بالنسبة لكل التطور اللي كان موجود للكروت اللان، عشان برضو تبقى الناس كلها على علم. كان معكم مهندس أحمد على قناة حليموتك، وإحنا دايما بننشر لكم الفرق التكنولوجي والتقدم التكنولوجي اللي بنلاقيه موجود، والفرق في الكروت أو في أي حاجة موجودة. وإحنا لو أي حد عنده أي تجربة ممكن يقدر يشاركها معانا، وأي حد محتاج أي حاجة نجربها يقدر برضو يوضح لنا في الكومنتس، واحنا تحت امركم في اي وقت، وتقدروا تشاركونا على رسائل الصفحه. كان معكم مهندس احمد على قناه حليموتك، شكرا لكم والى اللقاء.